السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. تعالوا ان شاء الله كده نعمل مع بعض تزيين للتورته. يعني بصوا، سهله جدا وبسيطه خالص، وكمان هتطلع اكنكم محترفين فيها. يعني ده كده فيديو سريع وخفيف، على اساس بقى ايه انك محتاره تعملي شكل ايه للتورته. بصوا بقى، مفيش اسهل ولا اجمل من كده. شايفين بقى الجمال؟ حلوة جدا وتزيينها بسيط خالص. ده كده معايا الكيكة بتاعت التورتة. هبتدي بقى بسكينة كبيرة كده، او لازم يعني تكون مشرشرة. هبتدي ان انا اقطعها. هتعمل معايا 4 طبقات كده بالشكل ده. شايفين؟ ببتدي ايديا بقى هي اللي بتلف، ايد بتلف وايد هي اللي بتقطع. تمام. قسمتهم بقى، يعني طلعوا معايا ال4 قطع كده. زي ما قلت لكم، هبتدي بقى ان انا كده بالكريمه. طبعا الكريمه حسب ما انت عايزه، انا بس هنا حبيت اوصل لك بس الايه، التزيين والكلام ده كله، اديكي افكار يعني للتزيين. بعد ما حطيت كده الكريمه وحطيت صوص شوكولاته اي نوع برضو بتحبيه بالشكل ده. في اول قطعه ديت اللي هو يعني ما سقيتهاش عشان الكيكة كده تفضل متماسكة. حتى كمان في الأماكن أو المحلات الكبيرة ما بيسقوش الكيك كله. تمام، ده من وجهة نظري ومن وجهة بقى إيه اللي أنا يعني حصل معايا وكده، الخبرة يعني. تمام. هنبتدي بقى كده ان انا سقيت بقى الطبقة اللي هي في النص، تسقي الطبقات اللي في النص، اما اللي في التحت وكمان اللي فوق ما يتسقوش، عشان احنا كمان في الصيف والجو بقى ايه يعني، هي كمان ما بتستحملش في الحر اللي احنا فيه ده. دي كده تاني طبقة. حطيت برضو الكريمة وكنت سقيتها في الاول، وبعد كده حطيت عليها صوص من الشوكولاتة، وكمان ده بندق كده حمصته وكسرته كده، وبدأت ان انا ايه، عملته على الكريمة بالشكل ده كده، وزعته. وبعد كده الطبقة التالتة بالشكل ده، عملتها برضو، سقيتها وحطيت عليها الكريمة. طب السقي عبارة عن ايه؟ هو كان ربع كوباية من اللبن، عليها شوية يعني نص معلقة كده من السكر، وبدأت ان انا اقلب، وكمان يعني امشيها كده على الفرشة على الطبقة بتاعة الكيك. وبس كده. حطيت بقى كريمة وصوص شوكولاتة، وحطيت كان عندي اسمه ايه، اللهم صل على النبي، الشوكليت شيبس. تمام. وبدأت ان انا عملت الطبقة الاخيرة وعملت الكريمة بالشكل ده كده، غلفتها كده بالكريمة. شايفين بقى الجمال؟ هبتدي بقى ان انا اسويها بالشكل ده. اهم حاجة برضو ان انت تسويها والكريمة تبقى ماسكة نفسها. يعني لكل كوباية كريمة هنحط عليها كوباية ونص من اللبن. تمام. عايزاها اتقل، هنحط كوباية وربع لبن متلج على كل كوباية كريم شانتيه. تمام. تقلت معاكي ويعني جامدة قوي، هتبتدي ان انت تزوديها سنة بسنة. ممكن توصل معاكي الكوباية ونص لغاية ما القوام بتاعها يبقى مظبوط معاكي. طبعا بيبقى حسب نوع الكريم شانتيه، فانت تجربي تعملي الاول كوباية كريمة كريم شانتيه على كوباية وربع من اللبن بس. ولو لقيتها تقيلة زي ما قلت بقى، تبتدي ان انت تزودي. طبعا مفيش سكلابر او مفيش اللي هو الايه اللي بيبقى زجزاج عمل معايا الشكل ده. عندك مثلا قطعة البطاطس، تبتدي بقى ان انت ايه، تسويها كده يعني. جيش قالك اتصرف اي حاجة، وبصوا هتطلع معاكم ان شاء الله مية مية وحلوة جدا. بعد كده جبت عود من الشيش طاووق، وبدأت ان انا ايه يعني اشوف بقى انا هقسمها ازاي، ومثلا هعمل ايه بقى الشكل والكلام دوت. بدأت ان انا اخططها بالشكل ده. وبعد كده جبت بقى الشوكولاتة والصوص، وبدأت ان انا امشي على الخطوط الاول، وبعد كده ادخل بقى من جوه كده، وابتدي ان انا اظبطها من الداخل. اي نوع بقى شوكولاتة نوتيلا، يعني سما، ده نوع سما. تمام. زودت عليها يعني هنقول ده معلقتين كده كبار من الشوكولاتة، او ممكن معلقة عشان انا مش هزود الربع ده كده. تمام. وهاخد عليها شوية من الزيت،
وابتدي ان انا اقلب، مش هكتر في الزيت، بحيث بس ان انا لما افردها كده على التورته تبتدي ان هي تبقى سهله وتتفرد معايا كده بالشكل الجميل ده. وبمعلقه كده احاول بقى ان انا يعني ايه اظبط الاماكن اللي ما فيهاش فيها شوكولاته. وهنا كده ده صوص عباره عن صوص اللوتس. اخدت برضو معلقتين كبار وحطيت عليهم شويه من الزيت، حاجه بسيطه عشان برضو ان هي تبقى تتفرد معايا بالشكل ده. شايفين حلوة جدا، وما نكترش في الزيت، ولازم الزيت يكون نوعه كويس علشان ما يغيرش الطعم. بدأت ان انا اعمل الدريبات بالشكل ده كده على الطروف، وبالمعلقة برضو هشوف لو فيها اماكن كده عايزة تتظبط واحط عليها من الصوص. شايفين بقى الجمال؟ في اسهل وابسط من كده مفيش خالص. بعد كده برضو جبت بقى الشوكولاتة البيضة، ده برضو نوع من سما. بدأت برضو ان انا حطيت عليها شوية من الزيت، برضو معلقة وحاجة بسيطة من الزيت، بحيث ان هي بقى تبقى ايه تتفرد برضو معايا بكل سهولة كده. وفردتها وعملت الدريبات، وجبت بقى عود من الشيش طاووق، وبدأت ان انا اروح واجي بالشكل ده امدجهم كده مع بعض بشكل عشوائي. وده الشكل النهائي، مش النهائي قوي يعني، الشكل بتاع الصوصات على التورته. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ حلو جدا جدا وسهل وبسيط خالص، وكمان الشكل طلع في الاخر حلو جدا. بعد كده جبت بقى اللي هو البسكوت اللوتس، وبدأت ان انا اوقفه كده، ودي واحدة حطيت واحدة كده بسيطة من الروزيتا من الكريمة، وحطيت عليها بسكوتة كده بالشكل ده. وبعد كده جبت الصوص بتاع اللوتس وبدأت ان انا اعمله بالشكل ده على البسكوت. ممكن كمان اللوتس ده ما يبقاش مخفف بالزيت عشان يبقى ماسك نفسه كده على البسكوت، وكمان ما يطريش البسكوتة. شايفين بقى؟ وجبت بشر يعني ايه بسكوت مكسر كده، حطيت قدام كل واحدة حاجة بسيطة خالص من بسكوت اللوتس اللي هو الصغنون خالص كده مكسراه. بعد كده جبت اللي هو ايه بقى الكريسبي بتاع الشوكولاتة بالشكل ده، وزعته كده بشكل حلو كده متساوي، ويعني يديني شكل حلو مش عشوائي، يعني واحدة اتنين تحتها، تلاتة تحتها، اربعة، وهكذا. بعد كده جبت برضو صوص شوكولاتة مش مخففاه عشان يعني ايه تثبت معايا وما تدخلش جوه الصوص اللي احنا فردينه على الكريمة، فاهمين قصدي؟ وبعد كده جبت مربى حليب وحطيتها برضو كده. هنا بقى كده على الصوص الابيض دي بسكوتة اي نوع بقى يعني ايه حابة ان انت تزيني بيه. هنا كده ده نوع من البسكوت، في قطع كده من البندق قطعته بالشكل ده، وبدأت ان انا اوزعه على الشوكولاتة البيضة. وجبت بندق برضو كنت محمصاه، وبدأت ان انا احط بالشكل ده كده واوزعه. اخر حاجة بقى جبت كيس الحلواني وحطيت فيه الكريمة، وبدأت ان انا اعمل الروزيتات في الاخر خالص، وده الشكل النهائي. شايفين؟ حلوة جدا وبسيطة وسهلة، ومفيش يعني بصوا اسهل من كده، بس شايفين الشكل النهائي حلو جدا، وهتعمليها يعني ايه محترفة، بس تيجي تعمليها بقى تبقى الموضوع سهل معاكي كده وبسيط خالص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش اللايك وكمان الاشتراك في القناة علشان تنوروني وتشرفوني، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.